تشكيل الاهلي الافضل لمواجهه كهرباء اسماعيليه. دايما بنقول ان الاهلي عنده اقوى سكواد موجود في مصر وفي افريقيا. بنقول ان الاهلي عنده في المركز الواحد لاعب واثنين وثلاثه، علشان كده ما ينفعش ان احنا نشوف الاهلي الماتش الجاي قدام كهرباء اسماعيليه بنفس تشكيل الاهلي قدام سيراميكا، بنفس تشكيل الاهلي قدام فريق الزمالك. في لعيبه محتاجه ترتاح، في لعيبه عندها ماتشات مع المنتخب الفتره اللي جايه، فانت لازم تحافظ على لعيبتك وتجهز البديل. التشكيل الافضل بالنسبه ليا في حراسه المرمى محمد الشناوي، باك يمين عمر كمال عبد الواحد. وهنا لازم تبقى عارف ان محمد هاني لعب جميع الماتشات مع الاهلي، محمد هاني عنده ماتشين مع المنتخب الفتره اللي جايه، محمد هاني محتاج يرتاح، اذا لازم محمد هاني يكون على الدكه وعمر كمال يبدا اساسي. باك شمال مفيش غير احمد نبيل كوكا في الفتره الحاليه. قلبين الدفاع لازم تثبت ثنائيه ياسر ابراهيم مع ياسين مرعي علشان تقوي المنظومه الدفاعيه. في مركز رقم 6 عندك مروان عطية وديانج، الاثنين على مستوى واحد. مروان عطية من وقت ما رجع من المنتخب او من رجع من الاصابة لعب مع المنتخب ماتش ولعب مع الاهلي 3-4 ماتشات بشكل قوي جدا. محتاج ان انت تخلي مروان على الدكة وفي نفس الوقت ديانج ما يبعدش. ديانج لما بيلعب في مركز رقم 6 بيقدم اداء قوي جدا جدا مع تعليمات من المدرب. هتلاقي ديانج دوره مش اقل من دور مروان عطية، وبيعمل البلوك بشكل كويس جدا وبيقفل العمق بشكل مميز جدا. ديانج قبل ما مروان عطية يرجع اساسي هتلاقيه كان نجم الاهلي في ماتش غزل المحله، في ماتشات كتير كان ديانج من افضل اللعيبه وهو بيلعب في مركز رقم 6. في مركز رقم 8 ناحيه اليمين ان شاء الله زيزو يكون جاهز يلعب 8 ناحيه اليمين، وبين رمضان يلعب 8 ناحيه الشمال. ان شاء الله في مركز الجناح اليمين يكون حسين الشحات مش مصاب، يكون سليم، وهنا لازم ابدا بحسين الشحات في مركز الجناح اليمين، واريح طاهر شويه، ادي لحسين الشحات واخلي طاهر يتنفس واحنا كمان نتنفس والشحات يتنفس ويكون داخل الملعب. في مركز راس الحربة بشوف ان محمد شريف محتاج ان هو ياخد كمان، وكمان الاسيست اللي عمله بشكل مميز ان شاء الله يكون عودة لمحمد شريف لمستواه الحقيقي. جناح شمال طبعا اشرف بن شرقي، مع العلم ان لازم يكون احمد عبد القادر موجود الماتش اللي جاي على الدكه، ينزل من الشوط الثاني، ما ينفعش ينزل في الدقيقه 80 و85. ماتش ان شاء الله هيكون سهل علينا، مش هيكون صعب. الروح والشخصيه واسلوب لعبنا ان شاء الله الماتش يكون سهل علينا، خاصه بعد الثقه اللي خدناها على حساب الزمالك. فعشان كده احمد عبد القادر محتاج ينزل بدري شويه. ده التشكيل الافضل بالنسبه ليا، ده التشكيل اللي اتمناه في ماتش كهرباء اسماعيليه. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.